مرحبا أصدقائي، هل تعرفون بعض قصص الجدات القديمة؟ جئتكم بقصة مخيفة من تراثنا القديم. هل أنتم مستعدون للتشويق؟ هيا بنا. في قديم الزمان، في قرية بعيدة، أين الناس يرعون حيواناتهم ويأكلون ما يزرعون، وبين الجبال والسهول تعيش غولة مخيفة تأكل ما يعطونها السكان من حيوانات وخضار وفاكهة حتى لا تأتي للقرية. وقد عاش في القرية 3 أطفال أيتام يعيشون في كوخ صغير، لا يملكون سوى بقرة تدعى بقرة اليتامى يسترزقون منها، يشربون حليبها ويبيعون الزائد ليشتروا الطعام. ومن لطف الله بهم كانت البقرة سمينة وقوية على عكس الأبقار الأخرى التي كانت هزيلة وضعيفة، حتى بدأ أهل القرية يغارون منهم. وذات يوم وصل الخبر إلى الغولة الشريرة، ففرحت وقالت في نفسها: هذه البقرة السمينة ستكون لي، أكلها وأشبع. ومنذ ذلك اليوم صارت الغولة تأتي كل ليلة قرب كوخ الأيتام، والبقرة ترتجف خوفاً وتصرخ حتى يستيقظ الأطفال. وفي ليلة مظلمة خرجت الغولة أمامهم وقالت: إذا لم تعطوني بقرتكم سأكلكم جميعاً. خاف الأطفال وكادوا يعطوها البقرة، لكن الطفل الأكبر تمالك شجاعته وقال لها بخداع: لكن هناك غولة أخرى أكبر منك وأقوى، وقد طلبت نفس الطلب. غضبت الغولة وزأرت: لا يوجد أحد أقوى مني. فقال لها: إذن تعالي معنا وسنريك إياها، إذا غلبتيها ستكون البقرة لك. فرحت الغولة وقالت: أروني أين هي. قادها الأطفال نحو بئر قديم في القرية، فلما اقتربت منه نظرت إلى الماء فرأت انعكاس صورتها فيه، ومن شدة غرورها وبطشها ظنت أنها غولة أخرى أقوى منها، فقفزت لتقاتلها، فسقطت في البئر وغرقت ولم تظهر بعدها أبداً. رجع الأطفال إلى قريتهم والكل سمع قصتهم، فتعجبوا من شجاعتهم رغم صغرهم. ومنذ ذلك اليوم عاش الأيتام في أمان مع بقرتهم، وصار الجميع يحترمهم بعدما خلصوهم من ظلم الغولة التي كانت تستغل أهل القرية وتنهب أملاكهم. أما بقرة اليتامى أصبحت رمزاً للبركة، وكل من شرب من حليبها دعا لهم بالخير. هل أعجبتكم القصة؟ أحب هذه القصص كثيراً. نلتقي في قصة أخرى. إلى اللقاء.